بعض رجعنا لبعض، بلكته من كل حته، فكيت البلوك. انت عامله ايه من غيره يا بنتي؟ صحيح ايه ده، هو انا نسيت اقول لك ان احنا اتكلمتوا واتقابلنا. بقول لك ايه، روح قول لصاحبتها ان انا استحاله ارجع لها، الموضوع ده بالنسبه لي انتهى. لا انا بكلم صاحبتها بس عشان اسال على الكلب بتاعها، لانه كان عيان السنه اللي فاتت زي دلوقتي. عادي يعني، فيها ايه؟ حلمت ببنت خالته والحلم امانه، لازم اكلمها احكي لها. هو ازاي بيعرف يرجعني عن كل قراراتي كده؟ بقول لك ايه، بحبها خلاص، بحبها مش هقدر اعيش من غيرها. نزلوني من على المسرح بقى. مساء الخير. زي ما في حلاوة بدايات بتعمينا عن الريد فلاجز وتخلينا نتصرف تصرفات نندم عليها بعدين، زي التغافل عن رسم الحدود والتنازلات اللي بالكيلو، في بقى علوقية النهايات اللي أجرك الله على اللي بيحصل فيها. هي النهاية حتمية واحنا كلنا عارفين، وريحة العلاقة شياط، بس برضه أنا حاسس مش متأكد، مذبذب ومش عارف اخد قرار نهائي من أبو بلا رجعة ده. عمالة أروح واجي واروح على العلاقة مرتين 3 في الأسبوع، وبنسيب بعض ونرجع لبعض زي مواعيد المضاد الحيوي. هل ده غلط يعني؟ وأنا كده شخص ضعيف وعندي تعلق عاطفي ومريض وبخاف من الهجر والكلام الغريب بتاعك ده يا آية؟ صعب نحكم عليك في المرحلة دي، لأن أغلب البشر بيعطلوا فيها عادي. ليه؟ لأن النهايات بطبيعة الحال بتحتاج طاقة يمكن أكبر من البدايات، اللي الدنيا فيها بتبقى سلسة وسهلة، مدفوعين بالباشن والمشاعر وماشية لوحدها في اتجاه الخازوق، مش محتاجة منا كتير فرملة. ودايما الفرملة أصعب من الانجراف، لأن العلاقات أصلا بطبيعتها مزلقانية مزحلقة. لكن النهايات أنت بتبقى فيها مستنفذ ومستهلك ومرعوب من فكرة الفقد والخسارة والوحدة. Shocking of the sudden breakup دي صدمة نفسية بتتعرض لها وقت الانفصال، خصوصا لو بتتعامل مع مشاكل تانية في حياتك، والعلاقة دي بكل قرفها كانت عامل إلهاء عن القرف اللي في علاقتك بنفسك. دافن نفسك في بوند وهمي مع الآخر عشان ما تشوفش باقي الصورة اللي عندك طول الوقت إحساس إنها رمادي. العلاقات يا جماعة أصبحت وسيلة مش غاية، ودي كارثة إحنا مش مدركين أبعادها للأسف. فليه بقى بنستهبل في النهايات، وممكن الاستهبال يمتد لشهور وسنين؟ مهما كانت أسباب الانفصال مقنعة ليك وللطرف التاني والآخرون، هيفضل في إحساس دائم بوجوب الفرصة التانية، التالتة، العشرة، ال86، عشان الابتزاز العاطفي اللي بيحصل من الطرفين غير المقصود. السينمائي النزعة من أثر الأفلام اللي الأبطال فيها رجعوا في الآخر وعاشوا هابلي ايفر افتر، وأغاني معمولة مخصوص عشان فترة العلوقية الجميلة دي. هتقول لها ياسمين أنا مش عايزة أكمل، اتخنقت، مش هقدر أبقى بطل الفيلم بتاعك، صدقيني أنا حاولت بس حاسس إن أنا بزق في حيطة. هتقول لك أنت عمرك ما حبيتني على فكرة، ده صعبان عليا قوي، على فكره انا مش ندمانه، عشان الحب اجمل حاجه في الدنيا، وانت عمرك ما هتعرف الاحساس اللي انا عشته. وهيسكر ويعيط لها تحت البيت ويعلق لها بانر في الشارع ويتجوزها في الاخر. انت اخدت قرار بس في لا وعيك كله بيرجع عادي، لو مش دلوقتي بكره، لو مش بكره بعده. يعني العلوقيه شيء مترسخ جواك يا صاحبي مهما كان القرار واعي وقوي. احنا بشكل عام ما بنحبش التغيير، اغلب البشر بيخافوا منه وبيتجنبوه، ودايما اللي انت فيه مهما كان صعب فهو مألوف بالنسبه لقلبك وعقلك، حتى لو كانت علاقه غير صحيه او متقطعه. انت حاسس ان شبح التغيير بيسحب منك الاكسجين، والمروح والمجي اللي بيأجل التغيير ده بمثابه ماسك الاكسجين اللي بتشيله وتحطه وانت قاطع النفس. احنا التعود بيبقى 75% من مساحه علاقاتنا، عشان كده هتتعب لو بعدت عن حد حتى لو ما كنتش بتحبه قوي بس عاشرته لمده معينه. وبنتجنب المواقف الجديده لانها مخيفه وصعب التنبؤ بيها، وبنقاوم التغيرات اللي فيها شبهه حزن. أحد أكبر الأسباب اللي بتخلينا نتجاهل الريد فلاجز بجانب احتياجنا للمشاعر اللي بنستمدها من الطرف التاني في العلاقات العاطفية، هي إن مش ألطف حاجة إنك تواجه العالم لوحدك، خصوصا لو اتعودت تواجهه وفي شخص معين جنبك. الهجر والرفض والشعور بإننا هنرجع نبقى لوحدنا غير محبب وصعب الاعتياد عليه، حتى لو حصل لنا مليون مرة. الحياة صعبة كفاية والوحدة بتصعبها أكتر، مش هنختلف، بس كل ده بيتضرب في أضعاف لو علاقتك بذاتك كمان سيئة ومفيش ثقة بنفسك. فمحتاج تفكك من الحكاية الحزينة دي وتشتغل بس على علاقتك بنفسك. العلاقات بتكونسيوم طاقة مرعبة وبتحتاج مجهود كبير، وأول حاجة بتيجي في بالك وانت بتفركش كل حاجة ضاعت على العلاقة دي، وقت ومشاعر وفلوس، وعادي جدا ده إنساني. في عالم اتخاذ القرارات التجارية والاقتصادية في مصطلح اسمه سانك كوست فالسي أو التكاليف الغرقانة. المصطلح ده بيعبر عن تكلفة استثمار اتعمل خلاص ولا يمكن استرداده، فبيرفض المستثمر يبيعه لأنه صرف عليه كتير بدون عائد، وفي نفس الوقت مش عايز يخسر فلوس أكتر في تطوير آخر، فبيقعد محتاس بقى مش عارف يعمل ايه. وده احنا بنعمله في حياتنا طول الوقت، نحتفظ بوظائف مملة ولبس ما بنلبسهوش وعلاقات بايظة عشان نظرية خسارة حرام بعد كل ده. بعد كل ده لأنها تجربة وتعلمنا ونضجنا، وده more than enough.
في مقال نشر مؤخرا في مجله Personality and Social Psychology Review، هسيب لكم اللينك بتاعه في الكومنتس، كتبوا 2 علماء نفس كنديين اسمهم سامانثا جويل وجيف ماكدونالد عن نتائج بحثهم اللي بتقول حاجتين مهمين قوي عن نمطين متعارف عليهم في العلاقات. الاول ان معظم الناس بينتقلوا خلال المراحل المختلفه لبنى العلاقات من غير ما يعملوا اي اعتبار لهل الشريك ده مناسب ليهم على المدى الطويل او لا، وان دايما الناس بتميل لفكره التحيز للتقدم وخلاص، في مشاكل لا بس برضه هنرجع وهنكمل، مش مبسوطين نقرا الفاتحه يمكن ربنا يهدي، مش متفاهمين خالص نلبس دبل، لا ده شيطان ودخل بينكم، انتوا تتجوزوا عشان ربنا يبارك، اول سنه صعبه نخلف بقى، وهكذا. والتاني ان بعض الاشخاص لما بيدركوا مدى التزام شريكهم تجاه العلاقه حتى لو هو نفسه مش ملتزم، بتبقى احتماليه انه يقرر الانفصال اقل بكتير، وهيقول ساعتها انه مش عايز يجرح شريك حياته طبعا، بس يا معلم ما انت بتعمل مليون حاجه تانية تجرحه، جت على الفركشه يعني. في الواقع انت هتبقى بتنقذه من المستنقع اللي انت معيشه فيه. وفي منهم اللي بيفضل يفركش ويرجع بس عشان يحسس شريكه ان انا باقي اهو، انت بتضغط عليا بس انا لسه عايزك، وده منتهى الانانيه. وعلى المستوى العاطفي ناس كتير بتحس بالخوف من فقدان اي فرصه، وبيفضلوا المخاطره في علاقه سامه عن انتظار المجهول حتى لو ده ادى لعلاقه سيئه، فنسيب الباب مفتوح وناخد قرار البعد ونرجع فيه مليون مره. البلوكات حل، قفل كل البيبان حل، قطع كل وسائل الاتصال حل، التعويض عن وجوده بخروج وسينمات وحفلات ومقابلات صحابنا حل، استرجاع حياتنا القديمه اللي الارتباط قضى عليها او السعي لعمل حياه جديده حل، الرياضه، الموسيقى، القرايه، الريباوند بالاتفاق والوضوح والصراحه. النهايات مؤلمه بس العلوقيه مؤلمه اكتر، لانك بتاخد خطوات لقدام وترجع فيها وترجع تاخدها تاني من الاول في شكل لوب كده لا نهائي من الوجع. طالما عايشين يبقى عندنا فرص لا نهائيه لتجارب جديده وناس جديده، اتخلص من الخوف اللي مقيدك وحبسك في علاقه مغيببه ومنتهيه اكلينيكيا وانت مصمم تعيشها على الاجهزه. انا ايه شعيب، وده موقف السلام، ليلتكم فيها نجوم وضحك كتير.